السلام عليكم. اخباركم ايه يا شباب؟ الاهلاويه والزملكاويه اتفرجوا عليا. انا عايز كله يتفرج عليا. ما احنا بقينا فرجه. ال- اللعيبه خلتنا بقينا فرجه، وبقينا مضحكه بين الانديه. عندك زيد وإم بيتعادل معانا، والطلائع مش عارف يتعادل معانا. 8 مطوشه متعادلين، وم- وم- ومغلوبين 3 مطوشه ولا 4 مطوشه. ما تعدش بقى. الزمالك فارق عننا بكام نقطه؟ ب7 نقط باين ولا؟ وبكره يبقى 10 من اللعيبه اللي ما بتفكرش الا في الفلوس، فكر في الملايين. كانت في ناس بتاخد ملالين وكانوا فرسان في الملعب. يعني عندك كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن زكريا ناصف. ايه يا عم؟ يعني معذرة ان انا انسى حد من الجيل الجميل ده. ده الجيل بتاع الزمن الجميل، اللي غلب، اللي كسب ريال مدريد. ولا انتوا ناسيين؟ اوعى تنسوا، كسب ريال مدريد. وعندك امام عاشور يقول لك ايه، انا عايز زي زيزو. وتريزيجيه اللي جايبينه بالشيء الفلاني، عايز عايز يعمل في الكوره كل حاجه لوحده، مش عايز يبص لحد، هو بس اللي عايز يجيب الجول. الكوره، كوره اسمها كوره جماعيه. مش انا اجري والعب لوحدي، دي كوره جماعيه. مجرد الكوره ما تتقطع منكم بيجي فينا جول. نيجي عند الجون ومشلولين، نيجي عند الجون ومشلولين. ايه اللي احنا فيه ده؟ لعيبه شبعت يابا، شبعت، شبعت. بيراميدز ده كسبان ودجله كسبان، ومش عارف مين الفرقه التانيه اللي كسبته. وزد انا ناسي. ايه ده؟ والزمالك كسبه. ده الزمالك لسه كسبان، ما تقوليش اوف سايد وما اوف سايد. يا عم خليه اوف سايد، خليهم يتعادلوا. اهو تعادل مثلا. هتقول لي الجون اوف سايد والجون مش عارف ايه. احنا مالنا بقى بالحكام؟ اللي يحكم بيحكم واللي بيحكم احنا مالناش فيه. احنا لنا دعوة ان احنا بنلعب كورة. في ماتش بيراميدز ده ضيعت كام فرصة؟ قول لنفسك. ده انت يا اخي هتشلوني والله. والله اللعيبة دي المفروض تتسرح كلها، تتباع كلها، ونجيب لعيبة من الناشئين. ومحمد عبد الله ما بتلعبوش ليه معاه؟ ما بتلعبوش ليه؟ ده في البيت الحاجة تقول لي الستارة، قلت لها هاتيها حمرا عشان يبقى، عشان شبه الفانيلا الحمرا. عشان انا بحب الاهلي، مش بكره. بس انا بكره اللعيبه اللي بتلعب دي، والمدرب اللي جابوه ده. ايه يا عم؟ ده انت مدرب ولا بتاع فكر؟ قال له عايز شرط جزائي 3 مليون دولار. يا، ده 3 مليون دولار دول يشتروا 30 عماره ولا 40 عماره. ايه يا عم؟ ايه المرتبات دي الوهميه دي؟ يا ياسين بيه منصور، اعمل حاجه انت والكابتن الخطيب. يا ياسين بيه منصور، ما ينفعش الفرقه بالطريقه دي. لو سمحت، انت وكابتن محمود الخطيب، الفرقه دي المفروض مش مليون جنيه يتخصموا. ده مليون جنيه قليل، دول بياخدوا ملايين يا عم. هو في ايه يابا؟ بياخدوا ملايين، تخصم منهم مليون جنيه؟ ده كل لاعب يتخصم منه السنه بتاعته، العقد بتاعه كله. هم دول لعيبه يابا؟ ده انا احس ان هم مشلولين في الملعب، مش عارفين يباصوا، يجوا قدام الجون ويتشلوا.
ايه اللي انا فيه ده؟ ده ده الاخ المدرب بتاع الزمالك الراجل المحترم ده من ابناء الزمالك، وعامل ماتش الله اكبر عليه، عامل شغل عالي، مش اي كلام. كسبان الراجل بيراميدز، وكسبان ده وكسبان ده، وهيكسبك بكره، خلي بالك، هيكسبك بكره. وانا بقول لك كده، لو اللعيبه ما بقوش رجاله في الملعب هيكسبك بكره، وهيتريق عليك رضا عبد العال تاني، الكابتن رضا عبد العال. ما عشان من انا طبعا كمين كبير عنه، بقول رضا عبد العال عشان يعني هو اخويا الصغير، يعني مش انا بقلل منه ولا حاجه، لا، هو كابتن وكان بيلعب في الاهلي وكان لعيب كبير، كان لعيب كبير، ما نقدرش نقول عليه اي حاجه، عشان عيب اما نقول عليه. هو ليه حق انه يتريق عليكم، من حقه. انا اديله من 30 مليون حق، عشان انتوا خليتوا راسنا في التراب، في الطينه. يا جدعان انا مش عايز اتعصب، عشان انا ما بعرفش، ما بحبش الغلط، يعني انا ما بحبش الغلط، يعني الغلط وحش، وما اركبش ذنب عشان شويه لعيبه ما عندهمش فكره عن الكوره. انا راجل كبير اهو، لا نزلت هلعب احسن منهم. الكوره رجوله، مش رجوله. العيال بتوع الزمالك وفيهم عيال صغيره كتير بيلعبوا لعب الله اكبر عليه، والله العظيم بيعجبوني، بيموتوا نفسهم وما بياخدوش فلوس. النادي فاضي وعليه بلاوي كتير، بس امال دول لو معاهم فلوس يا عم هيعملوا ايه؟ هياكلوك، صدقني هياكلوك. ايه رايك؟ هيقطعوك تقطيع لو معاهم فلوس كمان، وبكره هيقطعوك، وانا وانت اهو بقول ان انا قلت هيكسبك بكره الزمالك. وانا جايب لاحفادي كل عيل تيشرتين للاهلي وكوتش وشورت والعيال ده. يا راجل ده انت خليت حفيدي يعيط بسبب الاهلي لما اتغلب من بيراميدز. يا خلي عندكم دم شويه. اما عيل صغير عنده 6 سنين ولا 7 سنين، يا خلي عندكم دم. بصوا الاطفال الصغيره اللي بتعيط لما بتتغلبوا، ولما بيجيبوا بيتنططوا على الانتريه وبيخربوا الدنيا. لكن انت مش فارق معاك. يا اخي مش فارق معاك، يا اخي مش فارق معاك. هات لك عرض وامشي. امشي يا عم امام، انت وعم زيزو وعم تريزيجيه، امشي يا عم. وهات يا عم الناشئين يا عم. انت عندك الواد محمد عبد الله وينج يمين ملوش حل، والدفاع تحس ان هو متكهرب، في كهربا في رجليه. واليو ديانج ده اللي كان خارب الدنيا مش شايفه في الملعب. ده انا قريت، يا لهوي، يا جدعان حرام عليكم، حرام عليكم. الناس يعني الناس هيجي لها ضغط وسكر بسببكم. والله ما عارف انت. بكره رضا عبد العال هيتريق علينا، وانا وانت واخد بالك، هيتريق عليه. انا عارف، انا عارف. تلعبوا بس ال10 دقايق الاولانيين ولا ال5 دقايق، وبعد كده ايه؟ بيجي لكم بر بر. اه والله بيجي لكم. ايوه بر بر، زي خيل الحكومه اللي كبر وخلاص عجز، فالحكومه بتمشيه او بتموته. ما هو مش نافعهم، هيعملوا له ايه؟
بتفكروني بالفيلم بتاع الراجل والحصان. الجمهور زعلان عليكم عشان وما فيكمش حيل حد. ايه رأيك؟ طب احنا هنعمل ايه؟ هندب نفسنا بقى في الارض؟ يا جدعان بالله عليكم، بكره ان شاء الله عايزين رجاله في الملعب. بكره باذن الله، باذنك يا رب، عايزين رجاله في الملعب. مش عايزين ناس ماشيه كده على الله. رجاله في الملعب، رجاله في الملعب. ده انا كنت قاعد بتفرج على الماتش بتاع بيراميدز، كان هيجيني شهاله. يا جدعان ده في ناس بتجيلها السكته القلبيه بسبب انتوا ما بتحسوش بالجمهور. ينفع ان الجمهور يشتم بالشتيمه القذره دي؟ انتوا اللي وصلتوه لكده. هي الشتيمه وحشه، انا ما اقبلهاش، ما اقبلهاش خالص. يعني انا مش مع الجمهور في الشتيمه دي، لا عيب، ده عيب. لكن هم غصب عنهم، شباب صغير وطايش، عايز يفرح عايز يفرح بفرقته. ده ما فيش احسن من جمهور الاهلي ده. ده اكبر جمهور في العالم. ما فيش فرقه عندها جمهور في العالم زي فريقكم انتوا، ويا ريت بتعملوا بيه. وانضف جمهور في العالم جمهور النادي الاهلي، واللي يقول غير كده يبقى مش راجل. جمهور محترم وبيتحمل، واما بتتغلبوا بيدعمكم. ده كان في ماتش بيراميدز يا راجل، يا راجل، ده كان بيدعمكم بروحه. يا راجل ده في ناس عيطت بعد الماتش، بعد الجون التالت في ناس عيطت، وناس كبيرة وعيال صغيرة بتعيط. انت ما عندكش البعيد دم للدرجة دي. خلي عندك يعني دم، خلي عندك حرارة. ده انت بتلعب باسم اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط. نادي واخد، نادي راح العالمية. ما فيش نادي في افريقيا بحالها راح العالمية زي دول. بالاشبال خدوا البرونزية في كاس العالم بالاشبال. يا كابتن الخطيب، العيال دي تفورها وتجيب ناس من الاشبال. انا الله يبارك لك يا كابتن الخطيب، يا راجل يا محترم. الناس دي تبيعها، شوف لها بيع، شوف لهم بيع. طالما اللي ما يأديش في الملعب يمشي بره. النادي عمر النادي الاهلي، النادي الاهلي عمره ما يقف على حد، ما يقفش على اي مخلوق ولا ربنا على وجه الارض. النادي الاهلي طول عمره، النادي الاهلي نادي كبير. يا راجل ده ليبيا مسميه النادي الاهلي، السعوديه مسميه النادي الاهلي، الامارات مسميه النادي الاهلي. عايز إيه تاني؟ ايه يا عم؟ قول لي بقى، في حد مسمي نادي الزمالك؟ لا، المفروض بقى يسموه نادي الزمالك، عشان الزمالك الله اكبر عليه السنه دي التوب. ده في فرق صغيره بتلعب بتتعادل معاك وبتكسب. فرق صغيره يا راجل. بكره ان شاء الله عايزين رجاله في الملعب. ماشي يا رجاله. مم. يا ريت حد يرد عليا، نفسي حد يرد عليا منكم ويقول لي هنبقى رجاله يا جدو خير. ماشي، عايزين رجاله في الملعب. احب على ايدكم رجاله بكره ان شاء الله يكونوا في الملعب، في الملعب. مش يكونوا نايمين تحت البطانيه ومتغطيين، لا احنا عايزين في الملعب. لكن انت هتلف البطانيه على كتفك وتنزل،
مش هتلعب كورة. وانا هو انت اهو. وربنا يكون في عونك يا جمهورنا، ربنا يكون في عونك يا جمهورنا، ويكون ان شاء الله يا اولاد وشكم حلو على الاهلي بكره، ونكسب بكره يا رب. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكسب بكره، وقولوا امين. امين امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله، اسيبكم في رعايه الله يا جمهور الاهلي بس، اللعيبه لا، جمهور الاهلي بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.